هم اللي حلوا بالخزي على العرب. من الدولتين الرئيسية. وسعد الفقيه برنامجه ماشي في السعودية على فكرة، في عدد من المساجد يتجمعون فيها، الأعداد تزيد، هذه أكيد يعني. عن هذه التهدئة اللي أنت تعتقدها، إحنا اللي خلقنا قناة الحوار في لندن، وإحنا اللي بنغذي قناة الجديدة صفاتهم الفوقية لا تسمح لهم بالتحكم في المملكة. هذا يسألني عنه. أما المحور هذا وتشجيع الحركات الداخلية يعني بهدوء، لأن بعد احنا من مصلحتنا أن دعم هذه الحركات بهدوء، لأن هي قضية وقت. وأنا مثل ما قلت لك، أنا أقول أن إذا الله أعطانا عمر 12 سنة أشك كبير أنك تشوف الأسرة السعودية. مستحيل في قضاء في المنطقة الشرقية، في قضاء في جيزان، في عسير، في حائل اللي سلبت السلطة منهم، في الحجاز. إن شاء الله يعني تستمر. أنت تصور الشيعة ضد العائلة المالكة، الجنوبيين اللي هم الزيود والحوثيين والإسماعيلية ضد العائلة الحاكمة. الآن العمود الفقري أصبح ضد العائلة الحاكمة. إيش بيكون المستقبل الآن؟ لها مشكلة مع السعودية رايحة تخترب علاقتهم إلى الأبد. سعد الفقيه في محطة إيه يستطيع أن في حوار وجديد في لبنان. احنا بالنسبة لنا احنا نعتبر هذا نظام فاسد، وهذا نظام أبل مكة والمدينة. والله مش عنهم اختلفوا مع القذافي ومع هؤلاء، هم اللي أبلوا. شوف تاريخ العرب، هم دائما يفعلون